السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في اسعد حال واتم صحة، اللهم امين. موضوعنا النهارده كيف ستعيشي انوثتك الحقيقية وانت مع زوج نرجسي. زي ما تعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب، ادعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. الانوثة الحقيقية مش انك تتكلمي ازاي وتلبسي ايه والكلام ده. الانوثة الحقيقية هو تعرفي واجباتك وحقوقك كأنثى. النرجسي بيعمل فيكي فصل حلو قوي، يقعد يتعبك ويقهرك ويتجاهلك ويخصمك ويمنع الشغاله وكل ده، وانتي ما شاء الله عليكي هيرو، تجدي لكل شيء بيضغط فيكي النرجسي عليكي خلاص انك تجدي مخرج، تجدي حل للضغط اللي النرجسي بيعمله عليكي. ترى النرجسي بيعمل الضغوط دي كلها ليه؟ لمجرد انه يضايقك؟ لا، هو عايز يرجع للعلاقه، عايز يرجع يتكلم تاني، بس هو عايز يرجع كهيرو، كبطل، كمنقذ، انه انقذك من التجاهل، انقذك من الخصام، انقذك من انك انت ما كنتيش عارفه تجيبي طلباتك وبقى هو بيجيب طلباتك وهكذا. خلاص، مش انه يرجع لك بصفه على اساس انك انت اللي سامحتيه بكرم اخلاقك وقيمك ومبادئك. هو ما بيحبش كده. الانوثه الحقيقيه بتيجي من تعاطف الزوج، انك تحسي انك مدلله، انك ليكي خاطر عند الزوج. طب اذا كان الزوج ما عندوش التعاطف ده وما عندوش المشاعر دي، ايه الحل؟ الحل انك انت تعملي موازنه بين المسؤولياتك كأنثى ومسؤولياته هو كرجل. تمام؟ يعني مفيش داعي انك تشيلي كل المسؤوليات وانك تبقي من جوه لبره زي ما بيقولوا، وبتعملي كل حاجه في البيت وهاريه نفسك في البيت وهاريه نفسك بره، بتودي النادي وبتودي المدارس وكل حاجه. كل ده من باب ايه؟ من باب انك جدعه؟ لا، ما ينفعش. الجدعنه للرجاله مش للستات. الجدعنه انك انت تحبي نفسك، انك انت تبقي شايفه نفسك، ولما تشوفي نفسك تمام هتلاقي نفسك انت خلاص بقيتي شايفه قدراتك ومهاراتك كويس، وبالتالي انت معتزه بنفسك، بتحبي نفسك، بتثقي في نفسك. كل ده بيخلي انت متقبله نفسك، وبالتالي المجتمع بيتقبلك. لكن اذا كنت عايزه المجتمع يتقبلك من باب انك هيرو، من باب انك البطله التي لا تقهر، بتعملي كل حاجه وفي الاخر برضو بيسقفولك، بس احنا عايزينهم يسقفولك مش عشان انت اتهريتي وتعبتي وفقدتي طاقتك واستنزفتي صحتك، لا، احنا عايزينهم يسقفولك عشان انت بتحبي نفسك وبترتقي بنفسك وشايفه نفسك كويس. فاهمه؟ هدف النرجسي من العلاقات النسائيه هو اسقاطك كأنثى امام نفسك والارتقاء بنفسه كرجل امام نفسه. تمام؟ لو عرفتي حقيقه العلاقات النسائيه عند النرجسي وليه النرجسي شغوف بالعلاقات النسائية، وانه ما بيقدرش يشوف نفسه الا من خلال العلاقات النسائية اللي بتوفر له قسط وافر من الوقود، كمان بتوفر له اعتزازه بنفسه وانه مرغوب فيه وانه حد مهم جدا، وبتوفر له الاعجاب. بداية كل علاقة بيوفر له الاعجاب اللي هو بيبقى محتاج ليه، بحيث يكون مبسوط وعنده نشوة وعنده فرحة وعنده سعادة. النرجسي إنسان مش سعيد أصلا خالص. تمام؟ عايزة أقولك إن الاكتئاب والحزن هو جزء أساسي من الشخصية النرجسية، هو صفة أساسية من سمة أساسية من سمات الشخصية النرجسية. خلاص، وبالتالي النرجسي هو بيميل لأي حاجة تسعده، حتى لو كانت على قهر الآخرين، حتى لو كانت على ذل الآخرين اللي حواليه. خلاص، فبالتالي انت لما تحطي في دماغك ان علاقات النرجسي النسائيه معناها انك انت مش ماليه عينه، معناها انك انت مفيش تفاهم بينك وبينه، معناها هو اصلا مش الشخص اللي يبقى محتاج لأنثى ولا محتاج لشخصيه
يتبادل معاها اطراف الحديث، ولا الشخص اللي محتاج التعاطف. عايزه اقول لك ان النرجسي اذا كان بيتكلم كلام حلو او بيعمل هوفرنج او كده، فده فقط في سبيل المصلحه او في سبيل انه يعلق الضحيه اكتر بيه، يعمل اكبر قدر ممكن من التعلق للضحيه بيه. لكن مش معنى انه بيعمل هوفرنج ان هو محتاج للمشاعر، ان هو محتاج للتعاطف، ان هو محتاج انك انت انه يحس انك انت مهتمه وانك انت بتحبيه والكلام ده كله. النرجسي ما بيحسش بيه. فبالتالي لما تيجي تنظري للعلاقات النسائيه عند النرجسي، يبقى لازم تفهمي انك انت اعلى من كده بكتير، وانك انت عشان انت شخصيه طبيعيه فالنرجسي محتفظ بيكي اكتر واكتر، لانك بتديله مصدر جديد دايما للوقود عشان دماغك شغاله، ودايما عندك طاقه ايجابيه اكتر. فبالتالي النرجسي متمسك بيكي جدا. خلاص. لكن النرجسي لما يخرج عن الحد المعقول ويبقى فيه انفصال، وبعدين الاقي النرجسي بيجي وبيحاول الرجوع، وبعدين لما ترجعي او يعني يحس انك انت متقبله الرجوع يرجع يتجاهلك تاني، يرجع يخصمك تاني، ما يردش على الرسائل بتاعتك. كل ده ما ينفعش انك انت تستمري فيه. انا للاسف بتكلم في النقطه دي بالذات لان في ضحايا كتير بينزلقوا في هذه النقطه. تقعد تتكلم مع النرجسي وتبعت له رسائل على اساس انه هيقدر انه هيرجع او في يوم من الايام هيرجع او كده. هو لا هيرجع ولا شيء. هو النرجسي بيعلقك اولا، يسيطر عليكي ويخليكي ما بتفكريش الا فيه. ثانيا يخليكي ترفضي اي شخص محترم ممكن انك انت تبتدي معاه حياه جديده. ثالثا هو مستمتع باللعبه دي لان النرجسي بيحب العلاقات اللي هي بدون رباط شرعي، بدون زواج، بدون ارتباط وثيق بشكل اجتماعي محترم. خلاص. فأرجوكي ما تنزلقيش في الموضوع ده على أمل إن النرجسي هيرجع أو إنه بيحبك أو إنه بس الظروف مش مواتية، بس الظروف إن شاء الله هيرجع، بس هو مستني بس 3-4 شهور كده بس يظبط أموره مع الزوجة الأولى مثلا وبعد كده يرجع لك أنت. كل ده مش هيحصل. فما تنزلقيش في أمر شرعي ممكن إنه يدخلك في متاهات انت في غنى عنها. تمام. بالاضافه طبعا للدمار النفسي والتعب النفسي واستنزاف طاقتك وتعطيلك عن تطوير نفسك وتعطيلك عن انك تشوفي الحياه بشكل اوضح. تمام. كونك متعلقه بالنرجسي ده مش معناه انك بتحبي النرجسي. سلبيات النرجسي تمنعك من انك تحبي النرجسي، ولكن كونك متعلقه بالنرجسي معناه انك مش بتحبي نفسك، معناه انك مش شايفه نفسك. فبالتالي بتحاولي انك انت تشوفي نفسك عن طريق ايه؟ عن طريق شويه الفتات اللي النرجسي بيديهم لك. وطبعا كل ده مش هينفعك بشيء. انت كده بتعطلي نفسك، بتضيعي عمرك، بتضيعي صحتك، بتضيعي حاجات كتيره جدا 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 انت في غنى عنها وانت اولى بيها. يعني انت محتاجه انك انت تجمعي اعصابك، ومحتاجه انك انت تتجمعي دماغك علشان ترتقي بنفسك وعلشان ما ترجعيش تاني للنرجسي. ادام عرفتي انه النرجسي ما ينفعش. تمام. وناخد خطوات فك التعلق في فيديو فك التعلق ان شاء الله، هحطه لكم ان شاء الله الرابط بتاعه في صندوق الوصف. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب اكون قدرت اشرح النقاط الصادق ذكرها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.